السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده في مشكله العصر، وتقريبا مفيش بيت الا وبيعاني منها، وهي مشكله السوشيال ميديا. ازاي ولادي يتعاملوا مع السوشيال ميديا، وازاي اسيطر على ولادي واخليهم ما يقعدوش فترات طويله قدام التلفزيون والتليفون. طيب قبل ما نقول الحلول احنا لازم نعرف هو ليه لازم احمي ولادي من السوشيال ميديا، او ايه الاضرار اللي بتسببها السوشيال ميديا لاولادي. رقم واحد، التاخر النمو العقلي. الطفل في سن سنتين النمو العقلي عنده بيتضاعف 3 اضعاف، فلما انا اقعد الطفل من سن صغيره قدام التلفزيون او التليفون ده بيأخر النمو العقلي عنده، وده بيبان جدا في مرحله المدرسه. مرحله دخول المدرسه بلاقيه اقل من اصحابه الطبيعيين. يعني ايه ام تقول لي انا بقعد نص ساعه انا وابني اللي عنده 4 شهور يقعد يتفرج معايا على التليفون وهي مبسوطه وفرحانه وحاسه ان هي بتعمل حاجه بتضيف له حاجه؟ لا طبعا، ده اجرام في حق الطفل. رقم 2، تشتت الانتباه وقله التركيز. دلوقتي تلاقي انت بتكلمي ابنك هات لي حاجه، هتلاقيه يعني ايه اصلا مش مركز، هو مش سامعك. ليه بقى؟ لانه هو بيتعرض لكميه صور ومشاهد متحركه وسريعه جدا بتخليه هو مش بيفهم الامر العادي بتاعنا. هو رقم 3، ودي برضو احنا بنعاني منها كتير، وانا شخصيا جات لي اسئله كتير فيها: الكوابيس اثناء النوم. الكوابيس اثناء النوم، تلاقي الطفل صحي مفزوع، او الطفل مش عارف ينام، او شاف عنده ارق في النوم، او شاف حلم مرعب وتلاقيه مش عنده ارق في النوم. طيب وده بسبب ايه؟ بسبب ان دماغه بيخزن المشاهد اللي بيشوفها، مشاهد العنف، مشاهد الرعب اللي بيشوفوها، وبيطلعها في وقت من الاوقات. مش شرط يطلعها في نفس اليوم اللي شافها فيه، لا ممكن يطلعها في اي وقت، لان هي بتبقى متخزنه عنده في اللاواعي. السمنه، الاطفال اللي عندهم استعداد وراثي ان هم يصابوا بالسمنه، فالقعده قدام التلفزيون لفترات طويله بتساعد جدا في الموضوع ده. الحاجه اللي بعد كده العنف والعدوانيه، ودي برضو احنا لامسينها جدا في اولادنا. شفنا كميه العنف وتعاملهم بعنف في الشارع، وعشان كده في السن الصغير المراهقين واللي اكبر منهم الجرائم زادت. انت اي حد مش عاجبني واي حد مش عارفه اتعامل معاه اروح مطلعه اي سلاح معايا، سلاح ابيض معايا، اروح ضربه اللي قدامي. بيتعرضوا برضو لكميه عنف، مشاهد عنف كتيره جدا في الافلام والمسلسلات والكرتون، بقت كل حياتهم عنف وعدوانيه. المشكله اللي بعد كده برضو مشكله متكرره وملحوظه جدا في الجيل الجديد، وهي تاخر الكلام. تاخر كلام ومشاكل في النطق، وبدانا نتجه للتخاطب بسبب الموضوع ده، لان احنا بنحط الطفل قدام التلفزيون فمفيش اي تفاعل، مفيش اي بيئه اجتماعيه تفاعليه. احنا كامهات بنستسهل ونحط ابننا قدام التلفزيون عشان نخلص اللي ورانا، وبنبقى مبسوطين جدا ان هو انا انجزت النهارده بقى، والواد ولا البيت قدام التلفزيون. فدي يعني فعلا حاجه، ده اجرام في حق الطفل ان احنا نحطه ونسيبه. لا، الطفل في اول سنتين مش بيتعلم من التلفزيون، حتى لو انت جايبه له فيديوهات تعليميه بيتعلم اسرع من البيئه اللي حواليه، منك انت كأم، من الاب، من الاخوات، من القرايب. بقى للسن الكبير، ده بالنسبه لسن النمو، الطفل لسه في مرحله النمو. نيجي بقى للكوارث بتاع السن الكبير، 10 12 13 سنه. احنا طبعا شفنا الجيل ده فيه سلوكيات كتير جدا سلبيه يعني موجوده فيه، ما كانتش موجوده قبل كده. ليه بقى؟ بسبب الحاجات اللي بيتعرضوا لها، سواء الفيديوهات بقى اللي الناس بيعملوها، الشورتس والحاجات اللي بيسمعوها على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام، او حتى الكرتون والافلام والحاجات دي. كميه المدخلات السلبيه اللي بتدخل لاولادنا بتخليهم فعلا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، من الحاد لالعاب غريبه اللي هي تشارلي بالنسبه لموضوع السحر، اباحيه، حاجات كتير جدا جدا جدا، وكله ده بيتخزن عندهم وبتضرب في معتقداتهم. بقى انت بنطلع جيل ما عندوش هويه، مش عارف ايه الصح من الغلط، بيتعامل بطريقه اصلا غلط. ده غير السن ده ممكن برضو سهل جدا ان هو يتعرض للتهديد الالكتروني، ودي حالات كتير جدا انه في ناس بتستغل الاطفال ويبتزوهم بحاجات هم عايزينها، وتعرض برضو لمحتوى غير لائق، وده موجود بكثره حدث ولا حرج. فدي اسباب انا شايفه ان هي كافيه جدا ان احنا ناخد بالنا كويس قوي ونشوف ولادنا بيتفرجوا على ايه. يعني الوقت اللي ولادنا قاعدين فيه قدام التلفزيون ما ينفعش اسيبهم خلاص يا حبيبي انت اقعد وانا مش فاضيه لك، لا انا رايحه جايه عليه اشوف ايه اللي بيدخل جوه عقله، اشوف ايه اللي بيدخل جوه دماغه، لان ده هيطلع على سلوكه بشكل او باخر. طيب دي تقريبا كده ملخص المخاطر، او ملخص السلوكيات السلبيه. طيب ايه الضوابط؟ طب خلاص انا عرفت المخاطر، اعمل ايه بقى؟ ايه الصح اللي انا اعمله؟ الوقت المفروض المناسب اسيبه لاولادي. اول حاجه من سن سنتين لحد سن سنتين، اول حاجه لحد سن سنتين ممنوع منعا باتا ان انا اسيب الطفل قدام تلفزيون او تليفون. من سن 3 سنين ل 6 سنين نص ساعه يوميا. من سن 7 سنين لحد سن 12 سنه ساعه فقط يوميا.
قبل سن 12 سنه ممنوع منعا باتا ان انا الطفل اديله تليفون ويمسكه في ايده. طيب ايه هي الحلول؟ اول حاجه الصبر. انت علشان تاخدي الخطوه دي لازم تعرفي ان انت هتبذلي مجهود، هياخد منك وقت وهياخد منك مجهود، فلازم تصبري، ولكن باذن الله النتيجه مضمونه. التدرج. انت دلوقتي الطفل بيقعد 3 4 ساعات قدام التلفزيون، ما ينفعش بقى تيجي تقولي له لا انت من بكره هتقعد نص ساعه، لا انت اقعدي 3 4 5 ايام، قللي ساعه. هو بيقعد 4 ساعات، قعديه 3 ساعات بس، وهكذا. نزلي كل 4 5 ايام ساعه لحد ما توصلي للحد المسموح بيه اللي احنا قلناه من شويه. البديل، لازم توجدي له بديل. العاب حركيه، العاب سلايم، اي العاب، قصص تلوين، حاجات بسيطه، او حتى حاجات من البيت، او حتى انت تفرغي نفسك تلعبي معاهم شويه، تشغليهم شويه، تحكي لهم قصه شويه. مع الوقت باذن الله الموضوع هيبقى عادي عندهم. الحاجه اللي بعد كده الحوار، ان انا لازم اكلم الطفل اقول له احنا ليه هنعمل كده، احنا ليه اخذنا القرار ده وليه لازم ننفذه. طبعا بتذكري له بعض من المخاطر بما يتناسب سنه، انه ازاي السوشيال ميديا او ازاي التليفون والتلفزيون بيأثروا عليه. الطفل هيقتنع ويقول لك ماشي يا ماما سمعا وطاعه، لا طبعا هو مش هيقتنع، هيقاوم، هيزعق، هيكسر، هيحاول بقدر الامكان ان هو يثنيكي او يخليكي ترجعي عن القرار ده، ولكن انت مش شايفه حد غير القرار، انت مش شايفه حد قدامك، انت واخده قرار ان انت هتنفذي الموضوع ده بكل حزم، من غير زعيق، من غير صراخ، من غير صدام مع اولادك. انت بتنفذي القرار، وهم مع الوقت صدقيني باذن الله هم مع الوقت هيتعودوا ويعرفوا ان ماما خلاص مش هترجع عن قرارها. يا رب ان شاء الله الموضوع يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.